سلسلة لبيع القهوة قيمتها السوقية تخطت 110 مليار دولار، عندها أكتر من 32 فرع منتشرين في أكتر من 80 دولة حول العالم. ملايين المتابعين والمحبين اللي منتظمين في ولائهم للحصول يوميا على القهوة من عندهم. ازاي اصلا سلسلة مقاهي ممكن توصل لاقتحام اكتر من 80 سوق على مستوى العالم وتكون رقم واحد من حيث الايرادات وقيمتها السوقية في تصاعد مستمر؟ ايه الحاجة المختلفة اللي بتخلي براند قهوة يملك القدرة على تحقيق معدلات النمو الكبيرة دي دونا عن باقي المنافسين؟ كلنا عارفين ان سوق القهوة على مستوى العالم هو سوق حجمه كبير ولا زال بيكبر سنة ورا سنة مع تغير وتطور عادات المستهلكين. علشان كده في حلقة النهاردة هنحاول نعرف الخمس أسرار التسويقية للحيل النفسية اللي بتمارس على المستهلكين من قبل فرق التسويق في ستاربكس، واللي أنا بعتبرها سبب رئيسي للنجاح المنقطع النظير للبراند ده تحديدا. الحيل دي متعلقة بالطبيعة البشرية، وبالطبع غالبية المتخصصين في التسويق فاهمينها كويس وبيمارسوها باستمرار لتحقيق معدلات بيع ضخمة، وبالتالي نمو وانتشار ونجاح في كل الاتجاهات. المهم بس ان فوق كل ده المستهلك بيكون مبسوط ومستقنيس. انا احمد صقر وده برنامج The Digital Talk. طبعا انا مش جاي علشان اقلب المستهلكين على ستاربكس لا سمح الله، انما احنا هنا هنحاول نفسر الجانب النفسي اللي بيستخدم من قبل المسوقين علينا كمستهلكين، علشان لو حضرتك صاحب مشروع في مجال المطاعم او الكافيهات تقدر تستخدم نفس الاساليب المشروعة دي علشان مشروعك ينجح. وما تقلقش خالص ان العميل ممكن ياخد موقف سلبي منك لا قدر الله. صدقني العميل اصلا بيكون مبسوط ومتكيف من كل حاجة هنتعلمها مع بعض النهاردة، والطرق دي هتساعدك تنجح وتبني قاعدة عملاء مخلصين ليك وللي بتقدمه ومقدرينه. لكن قبل ما نبدأ كده خلينا نتفق ان هدف اي مسوق ناجح مش بس انه يجيب العميل لغاية عندك، ولكن المعيار الحقيقي لنجاح التسويق هو ان العميل اللي بيجرب المنتج او الخدمة اللي بتقدمها يفضل مرتبط بيك علشان يرجع لك مرات ومرات ومرات. وهو ده أهمية العلاقة اللي بتبنيها مع العميل والعلامة التجارية أو البراند بتاعك، وهو ده التعريف العملي لكلمة البراندنج. أول حيلة نفسية هي الديكوي إيفكت، واللي ترجمتها الحرفية المخلة بالمعنى هي كمين الأسعار. وعلشان نفسر المعنى الخاص بالحيلة دي بشكل بسيط، هي التأثير على اختيار المستهلك ما بين اختيارين عن طريق تقديم خيار ثالث تساعده بيها انه ياخد قرار بالشراء في اتجاه معين. وزي ما كلنا عارفين ستاربكس بتقدم 3 مقاسات، تول وجراندي وفينتي، ودي مش صدفة. بدل ما ستاربكس بتقدم مقاسين بس للقهوة بسعرين واضحين للعميل، بيتم توجيه العميل انه يختار المقاس الاعلى والاغلى، فبتحط له اختيار ثالث في النص سعره اقرب للمقاس الاكبر والاغلى. طبعا فرق السعر بيكون بسيط، وبالتالي العميل بيروح فورا للمقاس الاعلى لان الفرق السعري ما بينه وما بين المقاس المتوسط مش كبير، فبيحس انه بيحصل على قيمة اكبر مقابل فرق بسيط في السعر عن المقاس المتوسط. وفي نفس الوقت نفس الاختيار الثالث بيكون سبب بيشجع العميل الشاب اللي في مقتبل العمر اللي عايز يحصل على قهوة ستاربكس بشكل يومي انه يقرر فورا انه يشتري الخيار الاصغر بدون تردد، وهو مدرك تماما انه عمل الاختيار اللي بيتلائم مع امكانياته. ولكن في نفس الوقت ستاربكس نجحت انها تستقطبه كعميل مستقبلي للمقاس الكبير لما يكبر كده ويشتغل ويكون عنده القدرة انه يدفع اكتر في المقاس الاكبر. الحيلة النفسية دي خلت قرار الشراء بالنسبة لك كمستهلك، وهو قرار نسبي مبني على مساعدتك انك تتجه فورا وبدون تردد للاختيار الاوقع، واللي بيحسسك دايما انك اخدت قيمة حقيقية للفلوس اللي بتدفعها، سواء اختيارك كان فوق او تحت. وبالتالي انت كعميل بتعتقد انك صاحب القرار، ولكن في الحقيقة ان قرارك ده ملعوب فيه. السياسة التسعيرية دي كتير من البراندات بتعملها زي ماكدونالدز، نتفليكس، وحتى شركة ابل. بالمناسبة اللي عايز يفهم اكتر عن الديكوي إيفكت احنا كنا اتكلمنا عنه بشكل تفصيلي في حلقة كمين الاسعار من ايكيا
في الموسم الأول، هتلاقوا لينك ليها هنا أو في التوصيف الخاص بالحلقة تحت. الحيلة النفسية الثانية The Group Attractiveness Effect أو تأثير الجاذبية للمجموعة. والمعنى هنا ببساطة هو إن أي منتج بيبان أكتر جاذبية لما بيتعرض وسط مجموعة من المنتجات. بص معايا كده، أنهي صورة شكلها أحلى؟ كوباية القهوة دي ولا كوباية القهوة دي بكل المافنز والحبشتكنات اللي حواليها؟ سندوتش البرجر اليتيم ده ولا السندوتش المحاط بعناصر الكومبو الشهيرة الفرايز والكوك؟ معنى تاني للجروب اتراكتيفنس بنلاحظه كمان في المنيو بتاعت ستاربكس، لما بنلاقي مجموعة المنتجات متصورة كمجموعة من 3 منتجات أو أكتر. الحيلة النفسية الثالثة The Cashless Effect تأثير غياب الفلوس الكاش. ومعنى الحيلة دي ببساطة هو إن الناس بتكون مستعدة تدفع أكتر لو ما شافتش أي علامة تدل على الفلوس الكاش، زي بالظبط لما كلنا بنستسهل إننا ندفع مشترياتنا بكروت الفيزا أو الماستر كارد. مفيش فلوس كاش بتطلع من جيبك، فبتدفع أكتر من غير ما تحس. وهو ده نفس السبب اللي مخلي ستاربكس عمرها ما حطت أي علامة لأي عملة جنب الأسعار بتاعتها. مفاجأة مش كده؟ المرة الجاية وانت بتطلب كوباية القهوة بتاعتك ابقى ركز في المنيو كده وقول لي شفت ايه. تخيلوا معايا كده ان مجرد ازالة علامة الدولار من قائمة الاسعار رفعت المبيعات بنسبة 8%. الحيلة النفسية الرابعة The Charm Pricing او التسعير السحري. احنا كمستهلكين نفسيا بنفضل الاسعار اللي بتنتهي برقم 9 او 99، وده لان عقلنا البشري طول الوقت بياخد قرارات وتقييمات سريعة من غير تفكير عميق. بمعنى لما بتشوف سعر 199 جنيه اللي بيجي في دماغك ان سعر 100 جنيه مش 200 جنيه. بتهيألي برضو كلنا عارفين الموضوع ده وبنشوفه في كل مكان. ستاربكس بقى بيستخدموا نفس الحيلة دي ولكن بطريقة مختلفة شوية. بدل ما بيضيفوا الرقم 9 للأسعار بتاعتهم هتلاقي أسعارهم بتنتهي بالرقم 5. بص معايا كده الأسعار هتلاقيها بتنتهي ب50 قرش. والسبب ورا كده هو ان الانطباع البشري عن المنتجات اللي بتنتهي بالرقم 9 او 99 عادة بيكون مرتبط ببراندات جودتها منخفضة او رخيصة، لكن البراندات صاحبة الشهرة بالجودة المرتفعة او البريميوم هتلاقوها دايما اسعارها بتنتهي بالرقم 5. والسياسة دي بتتوافق تماما مع مكانة ستاربكس كبراند بريميوم للقهوة. الحيلة النفسية الخامسة Endowment Effect تأثير المنحة او الهبة، وهو ان البشر بيقيموا الحاجات اللي تخصهم او بيمتلكوها بشكل اكبر بكتير من الحاجات اللي ما تخصهمش. يعني عربيتك لو سعرها في السوق مثلا 100,000 جنيه بالنسبة لك ممكن تكون قيمتها عندك تسوى اكتر من الرقم ده بشوية حلوين، وده مش لأي سبب غير لكونها عربيتك. وهو ده السبب ورا ان العاملين في ستاربكس بيسألوا دايما على اسمك علشان يكتبوه على كوباية القهوة اللي بتتقدم لك. الكوباية في الحالة دي بتمنحك الإحساس بالملكية والخصوصية، وبالتالي غصب عنك هتلاقي تقديرك العاطفي تجاهها أعلى بكتير. مش بس كده، العاملين في ستاربكس كمان ليهم الحرية إن هم يكتبوا أسامي الزباين بطريقتهم الخاصة، وإنهم يضيفوا لمسة خاصة منهم كل ما تتاح الفرصة. وده اللي بنسميه الباي برودكت إفكت أو بالعربي تأثير المنتج الثانوي، وده في حد ذاته بيضيف لمسة إنسانية دمها خفيف بتزرع وتعزز مشاعر الانتماء عندك كمستهلك تجاه براند القهوة اللي بتحبه. كلنا بنشوف صور كتير على السوشيال ميديا لأصدقاء لينا وهم مشيرين صور كوباية القهوة من ستاربكس ومكتوب عليها أساميهم بمنتهى السعادة والفخر. وفي نظرية كمان بتقول إن العاملين في ستاربكس واخدين تعليمات إن هم يكتبوا أسامي الزباين بطريقة مغلوطة إملائيا وعن قصد، علشان يستفزوا الجمهور انه يعمل شير صور للكوبايات على نطاق اوسع، وبالتالي ستاربكس تحصل على دعاية مجانية من الجمهور. وفي هاشتاج مشهور جدا اسمه ستاربكس نيم فيل عليه آلاف المشاركات. حاجة أخيرة، فكرة إن اسمك يكون مكتوب على كوبايتك اللي أنت مختارها بإضافاتك الخاصة بيك في حد ذاتها بتديك إحساس قوي بالانتماء. وهنا ستاربكس هتكون نجحت إن هي تحولك لعميل دائم مش بيعتبرهم مجرد مكان بيقدم قهوة بريميوم، ولكن العميل هنا بيعتبر ستاربكس جزء مهم ومعبر عن أسلوب حياته، وخصوصا بعد ما البراند نجح في انه يبني علاقة شخصية معاك كزبون دائم التردد عليه، وحضرتك كمان مش هتكون مستعد ابدا للتنازل عن العلاقة دي بسهولة. وحتى ولو حصل واضطريت لأي سبب من الاسباب انك تروح لأحد المنافسين، ضميرك ممكن يأنبك
ويعكنن عليك. بس كده، نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.